بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الوباء اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق. تم إجراء الفحص المختبري ل3100 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 146,594. سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: في بغداد الرصافة 25، وفي بغداد الكرخ 25، وفي بغداد مدينة الطب 8 إصابات، وفي البصرة إصابة واحدة، وفي ميسان إصابة واحدة، وفي كركوك إصابة واحدة، وفي ذي قار 5 إصابات، وفي نينوى إصابة واحدة. وأيضا سجلت 37 حالة شفاء تام موزعة كالتالي: في بغداد الكرخ 13 حالة، وفي بغداد مدينة الطب 3 حالات، وفي البصرة 13 حالة، وفي بابل 3 حالات، وفي كركوك حالتان، وفي واسط حالة واحدة، وفي أربيل حالتان. مع شديد الأسف سجلت 4 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، حالتان منها في بغداد الرصافة، وحالتان في بغداد مدينة الطب. وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق 3260، ومجموع حالات الشفاء 2126، ومجموع حالات الوفاة 121، وعدد الراقدين حاليا 1013. الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، السبت 16 من آيار لعام 2020.